السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل الجلاش بالكريمة مسقي باللبن بدل الشربات، هنسقيه باللبن، حاجة حلوة كده وطعمها جميل جدا. أول حاجة هنعمل الشربات بتاعها، هنحط كوبايتين لبن أو حليب وتلات كوبايات سكر و يعني نطرة بسيطة بيكربونات الصودا، لأن مينفعش نحط عصرة ليمون عشان اللبن هيقطع معانا. هنا غلى معانا اهوت، وبعد اول ما يغلي معانا بنسيبه 7 دقايق على النار، وبعد كده بنطفي النار. يعني بنحسب 7 دقايق بعد الغليان، هيبقى قوامه مظبوط وسمكه حلو. نقلبه كده، وبعد كده بقى بعد ما يهدى خالص بنصفيه. هنا هنعمل الكريمة، وعشان نحضرها ونحطها تبرد هنحط كوبايتين لبن ومعلقة لبن بودرة ومعلقة كريم شانتيه ومعلقة كريمة لباني، ونقلبها كويس كده على البارد. بعد كده نشغل النار. لما نشغل النار بقى هنحط نص كوباية مية عليها 4 معالق نشا، وندوبهم في المية كده، وبعد كده نحطهم على اللبن، ننزل بيهم بالتدريج. هنا اللبن كان غلى معايا اهوت، هننزل بقى بالنشا كده بالراحة كده، واحدة واحدة، ونقلب عشان تبقى كريمية معانا وطعمها حلو. ومعلقة اللبن البودرة والكريم شانتيه بتديها طعم حلو جدا. دي نافعة طبعا منسيبهاش. وهنحط 3 معالق سكر، والسكر ده حسب رغبة، اللي مش عايز مسكر ممكن ما يحطش سكر خالص، يكتفي بالشربات بتاع الجلاش. بس هنا كان سكرها معقول. هنا بوريكم سمكة اهي. هنا دي معلقة قشطة، ديت اختياري، لو متاحة عندك حطيها، مش متاحة خلاص عادي. ونحط برضو رشة جوز الهند، دي برضو اختياري عشان انا نسيت اصورها. حطيت عليها شوية جوز الهند. دي معلقة سمنة بلدي. كل الاضافات دي بتدي طعم حلو جدا للكريمة، سواء هتعملي الكريمة دي في الجلاش او في الكنافة، بتدي طعم حلو جدا. هنعمل بقى الجلاش مع بعض. سيبنا الكريمة تبرد بقى، حضرنا الشربات والكريمة في الاول، وسيبناهم على جنب يبردوا مع لما نجهز الجلاش. هنا معانا صينية مدورة مقاس 30، ودي لفة جلاش نص كيلو. انا بجيبه صابح كده وطري، ولو متلج عادي برضو بتطلعيه فك وتشتغلي بيه عادي. هنا هنحط بقى ورقة الجهة دي وورقة الجهة ديت، و4 ورقات في كل الجوانب. بعد كده هنقفل كله فوق بعضه، وبين كل طبقة وطبقة بندهن سمنة. السمنة دي اللي بتعمل على تورق الجلاش، يخليه مورق وينتفخ معاكي في الفرن، يبقى طعمه حلو. كل ورقة ورقة بندهن سمنة. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وياريت منسوش بتعليقاتكم عشان اعرف ان الفيديو عجبكم وتشجعونا نستمر. هنا هننزل بقى بالكريمة، هي كانت بردت معانا، قلبناها كده تقليبة قبل ما ننزل بيها. هنحط الكريمة كده في النص كلها. هنقفل بقى الجلاش كده بقى تاني. هنحط برضو من كل طبقة وطبقة سمنة برضو زي ما فردناها. نرجع بقى نقفل نفس الحكاية برضو، واحدة كده وواحدة كده. الطريقة دي سهلة جدا وبيطلع معاكي حلو قوي وشكله مظبوط، وعدد الطبقات بتبقى كتير. طبعا لو هتعملي في صينية مستطيلة هتحطي الورقة بحالها، مش هتحتاجي تتني وتفردي كده، بس عشان صينية مدورة. برضو من كل طبقة وطبقة سمنة كده. خلاص هنقفل كل حاجة. اخر الورق يعني. بعد كده بقى ندخل الزيادة ده من تحت، هندخله في الصينية من تحت كده زي ما احنا شايفين، عشان يبقى على شكل الصينية مدور. ونكون سايبين ورقة بس واحدة في الاخر، ما نكوناش حاطيناها مع الطبقات. نغطي بقى الصينية من فوق عشان تدي شكل حلو كده زي ما احنا شايفين كده، وندخلها برضو من جوه. هنكون بقى مشغلين الفرن على درجة حرارة 200. اهم حاجة يكون الفرن سخن قبل ما ندخل الصينية. يعني احنا بنقفل في الاخر كده، نشغل الفرن ونحطها على الشبكة اللي في النص كده. خلاص خلصت معانا. هنقطعها بقى قبل ما ندخلها الفرن، عشان ما ينفعش نقطعها لما تطلع هتكون تنشف معانا وتتكسر.
انا هنقطعها بقى بالشكل اللي احنا عايزينه، عايزينه مربع، عايزينه مثلث، باي شكل انت بتحبي تقطعي بيه قطعي بيه. وندهن برضو الوش سمن. زي ما احنا شايفين كده قطعناها كلها، وندهن الوش سمن. اهم حاجه السمنه، لان السمنه هي اللي بتعمل على تورق الجلاش وتخليه يبقى حلو معاكي ومورق وهاشش. هو اخدت حوالي كوبايه سمنه، ممكن سمنه على زيت، بس السمنه طبعا بتدي طعم احلى. انا شوفوا بوريكم كان وصل نص التسويه، كان شوفوا انتفخ واتورق معانا ازاي. هنا خلاص بقى كان استوى معانا. هنسقيه بقى بالشربات اللي هو الحليب، وبعد كده نغطيه لحد ما يهدى خالص ويطرى معانا، وكان طعمه حلو جدا وطري جدا. جربوه مش هتندموا، الطريقه دي هتعجبكم جدا. هنا سقيته كله، مخدش كل الشربات معايا. ممكن ساعة التقديم تحطي شوية مع كل قطعة. انا بوريكم عامل ازاي. ياريت منسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وياريت منساش بتعليقاتكم. اهو شايفين من جوه عامل ازاي، طري من تحت جدا وهاشش ومقرمش من بره. كريمة طعمها حلو جدا، جربوه مش هتندموا. شايفين الكريمة، كريمة طعمها حلو قوي.